عارف إنك ممكن تترفد أو تتبدل في ثانية ويجي مكانك 10؟ إلا في حالة واحدة بس، لو معاك المفتاح اللي يخلي خروجك معناه انهيار المكان كله. يا صباح الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحبي الجميل. شد كرسيك واطلب قهوتك المظبوطة وركز معايا عشان النهاردة هعلمك إزاي تكون غير قابل للاستبدال. طبعا انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. والنهاردة معادنا مع القانون ال11 من قواعد السطوة. بيقولك أجعل الناس يعتمدون عليك. يعني إيه؟ يعني عشان تحافظ على حريتك وقوتك لازم الناس تكون محتاجاك عشان تنجح. اوعى تعلمهم كل حاجة فيستغنوا عنك. اسمع حكاية أشرف وباسم في شركة البرمجة. أشرف كان شاطر جدا وقلبه أبيض، علم كل زمايله أسرار شغله وكتب لهم دليل كامل إزاي يحلوا المشاكل من غيره. كان فاكر إنهم هيقدروه. باسم بقى كان أذكى، مسك أعقد سيستم في الشركة وبقى هو الوحيد اللي فاهم الكود بتاعه. بيساعد الناس بس محتفظ بسر الصنعة لنفسه. النتيجة، لما الشركة حبت تقلل العمالة مشوا أشرف فورا لأن أي حد يقدر يسد مكانه. لكن لما جم عند باسم المدير قال مستحيل نمشيه، ده السيستم كله يقع ومحدش عارف الشفرة غيره. باسم قعد وكمان مرتبه زاد. خد الزتونة دي، كن كالبئر الوحيد في الصحراء. ساعد الناس بس اوعى تديهم الدلو والحبل، خليهم دايما محتاجين يرجعوا لك عشان يشربوا. احفظ الفيديو ده عشان تراجع وضعك في الشغل، وابعته لصاحبك الشاطر وقول له داري على شمعتك. اشرب آخر بق في قهوتك واستناني الحلقة الجاية في قانون الصدق المصطنع. سلام يا صاحبي الجميل.